بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم إسماعيل بن محمد البلوشي، معلم أول فيزياء بمدرسة غسان بن عبد الله الخروصي بتعليمية شمال الباطنة، حاصل على درجة البكالوريوس في التربية، تخصص فيزياء. طبعا مهتم بشؤون التدريب، ومهتم أيضا بالاطلاع على كل ما هو جديد في مجال توظيف التقنية الحديثة في العملية التعليمية. دائم القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد، طبعا في طرائق التدريس الحديثة وفي مجال التقنية المتطورة. من أبرز طبعا المحطات هي التحاقي كعضو في فريق التعليم الإلكتروني بالمكتب الإشرافي التربوي لولاية السويق، وكان ذلك في سنة 2012، حيث تم اختياري كعضو في هذا الفريق. الهدف من طبعا إنشاء هذا الفريق كان هو نشر ثقافة التعليم الإلكتروني في مدارس الولاية، طبعا بجهود القائمين في قسم تقنيات التعليم بمكتب الإشراف التربوي. تم تشكيل هذا الفريق من مجموعة من الأعضاء المهتمين بطبعا توظيف التقنية الحديثة في مجال التعليم. تم التحاق هؤلاء الأعضاء طبعا بدورات متخصصة في هذا المجال، وأذكر من ضمن هذه الدورات طبعا دورة الأكتيف انسباير والباوربوينت المطور، دورة تصميم الأنشطة التعليمية بواسطة برنامج الكورس لاب. أيضا من أبرز المحطات التحاقي ببرنامج المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين. هذا المشروع طبعا هو المشروع الحديث الذي سوف يساهم إن شاء الله في تجويد العملية التعليمية في السلطنة، حيث أن هذا المشروع في مراحله الأولية. هذا المشروع هو مشروع رائد من قبل وزارة التربية والتعليم، ونتمنى إن شاء الله الاهتمام بهذا المشروع، حيث أن المشروع إن شاء الله سيحقق لنا آمالا كثيرة وطموحات طبعا سوف تسهم في عملية تجويد العملية التعليمية ورفع المستوى التحصيلي لطلاب السلطنة بإذن الله تعالى. هذه هي أبرز المحطات. أما بالنسبة للمشاريع ففي الحقيقة أتحدث عن المشروع الأخير، ألا وهو مشروع حقيبة الاختبارات الإلكترونية لمادة الفيزياء للصفين 11 والصف 12. طبعا هذا المشروع عبارة عن اختبارات إلكترونية. محتوى هذه الأسئلة من اختبارات وزارة التربية والتعليم. كل حقيبة من هذه الحقائب تحتوي على 100 سؤال موضوعي. تتميز هذه الاختبارات بأنها ذاتية التصحيح، وتعطي تغذية راجعة فورية للطالب أثناء المراجعة والاستذكار. بالنسبة للصف 11 حقيقة بلغ عدد المستفيدين لهذا المشروع أكثر من 400 طالب وطالبة في مختلف محافظات السلطنة. فكمشروع في بدايته ويلاقي هذا العدد طبعا من المشاركين، نجد بأن هذا المشروع إن شاء الله قد حقق أهدافه، وملاحظات المشاركين في هذا المشروع سنأخذها إن شاء الله بعين الاعتبار لتطوير المشروع في المرحلة القادمة. أيضا هذا المشروع مقدم لطلاب الفيزياء الصف 12 بنفس الطريقة بنفس الكيفية، حيث تحتوي حقيبة الاختبارات الإلكترونية على 5 اختبارات. كل اختبار يتضمن 20 سؤال موضوعي مأخوذا من اختبارات الوزارة من العام ابتداء من العام الدراسي 2009 ولغاية 2016. نتمنى أن يكون هذا المشروع طبعا هو أداة من أدوات الاستذكار والمراجعة لطلاب الصف 12. وهذا المشروع موجود في منتدى العلوم قسم الفيزياء في المنتدى التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم. نصيحتي للطلاب، طبعا دائما أقول لطلابي، سابقا نحن كنا نعتمد فقط على مرجع واحد وهو الكتاب، وكنا نعتمد في تلقي المعلومة على المعلم فقط. أما الآن أصبح بإمكان كل طالب
أن يبحث عن كل ما يرغب به من طبعا مصادر معلوماتية في شبكة الإنترنت، حيث يستطيع الطالب الوصول إلى قنوات اليوتيوب والتعرف على شروحات دروس بمختلف المناهج وبمختلف المعلمين الذين يساهمون في توصيل المعلومة بطرق مختلفة. فبإمكان الطالب أن يستخدم وأن يستغل قنوات اليوتيوب في عملية الاستذكار وعملية المراجعة وعملية البحث. لا ننسى بأن هناك جهد كبير من قبل المعلمين والمعلمات أيضا في إنشاء المدونات التعليمية، ولا ننسى أيضا هناك جهد كبير أيضا من قبل وزارة التربية والتعليم في إنشاء منتدى خاص بالطلبة، نرجو أيضا الاستفادة منه. وأيضا لا ننسى بأن كل مدرسة تحتوي على مركز مصادر للتعلم، يجب أيضا الرجوع إلى هذه المصادر، لأن في الحقيقة هذه جهود تبذل ويجب استغلالها الاستغلال الأمثل. نصيحتي أيضا للمعلمين، أقول لهم بأن تكرار العملية التدريسية في كل سنة بنفس النمط سوف يبعث الملل، لن يكون هناك أي جديد، وقد يصل المعلم إلى نوع من الملل في عملية التدريس. فنصيحتي لهم التجديد ثم التجديد، لأن عملية التجديد سوف تنقل المعلم إلى آفاق أوسع. وأيضا لا ننسى بأن المعلم أيضا يجب أن يكون قدوة صالحة لأبنائه الطلاب. ولا ننسى أيضا متى ما كنا معلمين مخلصين أوفياء لأبنائنا الطلبة والطالبات، متى ما تخرج على أيدينا طلاب مخلصين سيقومون طبعا ببناء هذا الوطن وسيقدمون له الغالي والنفيس. أشكر طبعا مجموعة آفاق تربوية، وأشكر أيضا مجموعة عمان تستاهل أكثر، بالمشاركة طبعا مع مؤسسة تطوير للاستشارات التربوية. أشكرهم على إتاحة الفرصة للحديث عن ما يدور في العملية التعليمية وعن المستجدات التي طبعا تطرأ بين كل حين وآخر، ونتمنى أيضا لهم التوفيق بإذن الله تعالى.